السلام عليكم أعضائنا وأصدقائنا. اليوم هذا البث مباشر من مقبرة الفواطم، واللي هو أول قبر راح يشرح لنا هنا الأخ. هنا هذا أول قبر مزار السيدة فضة خادمة فاطمة الزهراء. السيدة فضة خادمة فاطمة الزهراء، مربية سيدنا الحسن والحسين. هي مربية سيدنا الحسن والحسين. نعم. هسه هذا قبر خادمة فاطمة الزهراء السيدة فضة، اللي هي ربة سيدنا ومولانا الحسن والحسين. بعد حجينا خلينا نمشي على هيك إن شاء الله. خلي يقفل الباب. اليوم احنا قاعد نتجول وياكم بالبث المباشر بمقبرة يعني سحلة الفاطميات. هاي المقبرة طبعا هسه راح يودينا على قبر. هسه ذيك القبور قبور من؟ هسه القبور لا بالترتيب ان شاء الله. راح نمشي بالترتيب على القبور اللي امامكم ان شاء الله. نزوركم زيارة بالنيابة والدعاء. شاركونا البث. احنا راح نفتر لكم على القبور اللي هي موجودة هنا، من قبور الفواطم وقبور اهل البيت طبعا. هسه هذا اول واحد المقفول اللي ما قدرنا ندخل له. ها اللي دخلنا له اول مرة. هسه هذا القبر من هذا اول قبر فتوا عليه السيدة سكينة بنت الامام الحسين سلام الله عليه. السيدة سكينة بنت الامام الحسين، والسيدة زينب الصغرى الملقبة بأم كلثوم اخت الامام الحسين سلام الله عليه. اخت الامام الحسين. بعد منا يجي ان شاء الله هاي مقام السيدة فاطمة الصغرى بنت الامام الحسين سلام الله عليه، واللي هي فاطمة العليلة اللي كانت بالمدينة. بعد منا ان شاء الله هذا المقام سيدنا عبد الله ابن الامام جعفر الصادق سلام الله عليه. شوفوا راوا القبة الفضية هاي، مو الصغيرة اللي بعد منها بلال الحبشي مؤذن رسول الله زين. وعبد الله بن الامام جعفر الطيار زوج السيدة زينب سلام الله عليه. نعبر لهنا شوي ان شاء الله، نقرب منا ان شاء الله. طبعا احنا قاعد نتجول بمقبرة الفواطم اللي هي فيها هواية زيارة مقبولة. تقبل الله اعمالك حبيبي. وهاي القبة راووها شيء. هاي قبلكم هاي 3 قبور موجودة هنا. السيدة ميمونة بنت الامام الحسن المجتبى، والسيدة حميدة بنت مسلم بن عقيل سلام الله عليه، والسيدة اسماء بنت عميس زوجة جعفر الطير سلام الله عليه. نمشي انت قدام ان شاء الله. يا اخوان سووا لنا مشاركة للبث، ساعدونا بالتاكات. خلي تشوفون اكيد هواي ناس ما شايفة هاي القبور الفاطميات. طبعا بنت مسلم بن عقيل، بنت الامام الحسين، اخت الامام الحسين، زوج السيدة زينب، بلال الحبشي. كلهم هاي القبور كلهم مدفونين هنا بالشام. هاي المقبرة. اخوان سووا لنا مشاركة للبث للاجر والثواب. راح نفتر لكم على القبور. هذا يا قبر اللي هنا. هاي السيدة سكينة بنت الامام الحسين، والسيدة زينب الصغرى الملقبة بأم كلثوم اخت الامام الحسين سلام الله عليه. زين. هسه ايش عندنا؟ احنا كنا هنا مصورين هنا. ساعدنا برا بعد شنو؟ مقام رؤوس شهداء كربلاء ابو الفضل العباس علي الاكبر حبيبنا مدام. مقام الرؤوس. نعم مقام الرؤوس. موضوع الرؤوس يعني. موضوع الرؤوس ومحراب الامام زين العابدين سلام الله عليهم. ابو الفضل العباس علي الاكبر حبيبنا مذاهب. ومشي قدام بس ان شاء الله يشوفون ان شاء الله. اخوان سووا لنا مشاركه للبث. راح ندخل لكم احنا على مقام الرؤوس اللي يتضمن رؤوس منو؟ شهداء كربلاء سلام الله عليهم. شهداء كربلاء. ابو الفضل العباس علي الاكبر حبيبنا مذاهب. يا الله منا ان شاء الله. هسه احنا طلعنا من مقبره اللي هي تجمع الفواطم، مثل ما ذكرنا الاسماء بيها: حميده بنت مسلم بن عقيل، السيده سكينه، السيده ام كلثوم، بلال الحبشي. وهسه راح ندخل لكم على مقام الرؤوس اللي هي هاي بدمشق. ادعينا بالنيابه كاظم اللامي ان شاء الله حبيبي. اخوان سووا لنا مشاركه للبث. راح ندخل لكم على مقام الرؤوس. سلام الله عليهم. طبعا هنا اكثر القبور كانت مقفوله، مثل ما قاعد تشوفون مفاتيح بيديه قاعد يفتح لنا القبور وقاعد يدخل لنا جوه. هذا اللي هو هنا هسه مقام الرؤوس. معركه هاي تفضل من هذا.
هاي هنا اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا منها مقام رؤوس شهداء كربلاء سلام الله عليهم. هاي رؤوس شهداء كربلاء. أبو الفضل العباس علي الأكبر حي من المذاهب. رؤوس كلها هنا 16 رأس. 16 راس هنا. نعم. وبعد ايش عندك هنا برا؟ محراب الإمام زين العابدين سلام الله عليه. خلينا نطلع عليه نتابع شنو عليه. اخوان سووا لنا مشاركه للبث، خلي الناس تشوف هاي المزارات اللي ما جايين زائريها، هواي من اخواننا العراقيين ما جايين. خلينا نشوف هنا شنو بالله. هذا الطشت اللي غسلوا به الرؤوس سلام الله عليهم. نفس هذا الطشت اللي غسلوا به رؤوس معركه الطف. نعم. هذا هو الطشت. هذا الطشت وبعدين منه حطوا الرؤوس هنالك. ورا ما غسلوهم من هنا حطوهم بالبير. حطوهم بالبير. بهذا البير؟ بالله بالبير. هذا البير اللي هو محراب الإمام زين العابدين. محراب زين الإمام العابدين عليه السلام. نسألكم الدعاء والزيارة. حمزة الماجد الحبيب إن شاء الله ما ننساكم بالدعاء، بس سووا لنا مشاركات للبث، خلونا نصور لكم بعد، نجول لكم نشرح لكم عن كيفية هنا المزارات والقبور. هسه هنا هذا القبر اللي هو يتضمن رؤوس شهداء كربلاء. كم راس يعني هناك؟ 16 راس. 16. تقدر حتى تحافظ اسمائهم؟ ابو الفضل العباس علي اكبر حي من المذاهب. مكتوب الاسماء. مكتوب الاسماء على العمايم اللي هي مسويها شلون شكل العمايم. علي الاكبر. فرمل لك بعد مكتوبه تشوف مقال الاسماء. هنا تعال. اخوان سووا لنا مشاركه للبث وخلوا الناس. كاظم اللام صار لي يوما. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا اخوان رحم الله والديكم على هاي اللايكات والمشاركات، واحنا راح نسوي لكم بعد من مكانات اخرى ايضا بث مباشر من مزارات داخل العراق وخارج العراق. هاي هنا خلينا نشوف نقدر نقرا هم اسماء بعد اللي هي مكتوبه على اللهم ان شاء الله نسألكم الدعاء. سيد حازم الحسيني اشكرك سيدنا حبيبي رحم الله والديك. اخوان طبعا ماكو احد سوى مشاركه ويريد يحصل اجر، سووا لنا مشاركه، خلونا نجول لكم بعد بهذه المكان المقدس. هذه القبور اللي ذاك من ذاك اللي وصلها، خاصه قبر السيده سكينه والسيده ام كلثوم، طبعا قبر بلال الحبشي، ميمونه بنت الحسين، والحميده بنت مسلم، فضه خادمه